السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأخي أبو سعود جزاه الله خير على دعوته الكريمة لي بين كوكبة من شعب الكويت، أبناء الكويت، رجال الكويت المخلصين، وهذا ما تعودناه من إخواننا في دولة الكويت، دولة العطاء وشعب العطاء، دولة المبادرة وشعب المبادرة، الشعب الكويتي اللي عودنا دائما أن يقوم بالواجب اتجاه إخوانه. وإحنا في مملكة البحرين وفي مجلس النواب البحريني لا يسعنا إلا أن نتقدم لإخواننا في الكويت بجزيل الشكر والتقدير والعرفان والإجلال والإكبار على مواقفهم الطيبة في كل محفل فيه الحق، في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض. وها هم أخواننا شعب الكويت يوقف وقفة رجل واحد في وجه الطغمة الباغية في سوريا، في وجه الطاغية بشار الفأر، يقف وقفة عروبة ووقفة إسلامية، وقفة عربية في وجه الطاغية بشار. أنا في الحقيقة جيتكم من بلدكم البحرين، ديرتكم، ومن إخوانكم شعب البحرين، علشان أشارككم الهم العربي والهم الإسلامي فيما يجري في سوريا وبالأخص حلب. لقد رأيتم ما حدث لإخواننا في حلب، وتحت أعين المجتمعات الدولية والجمعيات والمنظمات الدولية. بالأمس لما قتل الصحفي الإيطالي في مصر قامت أوروبا كلها وكل العالم وقف. واليوم إخواننا في سوريا يقتلون ويبادون، ولا منظمة ولا دولة وقفت واستنكرت ببيان أو كلمة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وهذا ما حصل مع الإيطالي، أوروبا كلها وقفت. وقتل شعب كامل آمن قضية فيها نظر، وهذا ما تعودناه من المنظمات الدولية. إخواني، لا أعرف من أين أبدأ وكيف أبدأ، ماذا أقول في حق إخواننا في سوريا. الجراح العربية، الجراح الإسلامية تئن في اليمن، في سوريا، وهذا كله جراء تخاذلنا إحنا كعرب، وهذا كله بسبب تقصيرنا كأمة إسلامية لما تخاذلنا وتركنا الجهاد في سبيل الله، وتركنا ديننا وعقيدتنا لبعض الدول الإقليمية. هناك من يتربص بنا لأن تركنا ديننا، تركنا عقيدتنا. يا أخوان، أناشدكم بالله، أناشدكم بالله، أناشدكم بالله أن تتمسكوا بدينكم، أن تتمسكوا بعقيدة الجهاد. الجهاد هو الحل في وجه الطغيان، سواء الطغيان الإيراني الذي يتدخل في شؤوننا الداخلية ويحرك أذنابه في بلداننا ويتدخل في شؤوننا الداخلية،
أناشدكم بأن تقفوا وقفة رجل واحد كما وقفتم وعودتمونا في وجه هذا النظام الذي يتدخل في شؤوننا الداخلية ويحرك ويقتل ويدعم الإرهاب. يا أخوان، إن ما حصل في سوريا ويحصل في اليمن ويحصل في العراق ويحصل في لبنان وفي البحرين وفي الكويت إنما هو جراء تدخل النظام الإيراني في شؤوننا الداخلية لطمس ديننا وعقيدتنا. في الحقيقة أنا أريد أن أطيل وسأترك المكان لإخواني، فجزاكم الله خير ومشكورين على الدعوة.